السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة وجولتنا في شارع جمال عبد الناصر. هنبدأ جولتنا النهاردة من أول المنظرة وهنطلع على طول على شارع جمال عبد الناصر. زي ما حضراتكم شايفين قدامنا كده بيتم تأهيل ورفع كفاءة الطريق القديم للاستعداد لهدم كوبري المنظرة الجزء الثاني. اللي عايز بقى يطلع على شارع جمال عبد الناصر أو يروح فيكتوريا بيسلك الطريق اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. قدامنا كده فتح الله، طبعا تابعنا مع حضراتكم على القناة إزالة النخيل والجزيرة اللي موجودة أمام فتح الله والجراج وأعمدة الإنارة. وبعد كده تم تأهيل بقى ورفع كفاءة الطريق البديل من بنية تحتية غاز وكهرباء وصرف. بعد كده تم رفع منسوب الطريق ووضع الأسفلت وتم هدم كوبري المنظرة، طبعا جزء منه ولسه الجزء التاني. الطريق اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي طبعا هيتم تأهيله ورفع كفاءته زي الأعمال اللي اتعملت في الطريق البديل والطريق القديم، كل ده هيتعمل تاني في الطريق اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. اللي جاي بقى من المعمورة أو أبو قير وعايز يطلع على الكورنيش طبعا بيمشي بقى على طول ويطلع اتجاه المنشية ومحطة الرمل. واللي عايز يطلع لفيكتوريا أو شارع جمال عبد الناصر بيسلك الطريق اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، وبعد كده بيتجه بقى للشارع اللي جنب نقطة المنظرة. قدامنا كده بوابة المنتزه وورانا فندق شيراتون، وهتلاقوا بقى شواطئ كتير جدا في اسكندرية، شواطئ المنظرة والعصافرة وصورناها كتير هتلاقوها على القناة. وكده عدينا من الشارع لأوله نقطة المنظرة، وقدامنا كده ميدان المنظرة طبعا القائم بأعمال التطوير وهدم الكوبري شركة برودكشن. وكده داخلين على شارع جمال عبد الناصر، شارع حيوي جدا بيبدأ من أول المنظرة لحد فيكتوريا. لكن للأسف وأنا ماشية كده بصور لقيت على الرصيف في كمية من الزبالة موجودة كده على الرصيف، لكن في طبعا عمال نظافة بيشيلوا الزبالة دي. لكن طبعا المنظر صعب جدا لما نلاقي كده في زرع، وبصوا هتلاقوا كده جنبه أكياس من الزبالة، وطبعا هتلاقوا النباشين طبعا بيفتحوا بقى الأكياس دي ويرموا الزبالة على الرصيف وعلى الشارع، فبصراحة منظر صعب جدا. ونداء للمسؤولين يشوفوا حل في الزبالة اللي بتكون موجودة كده في الشوارع أو على مستوى اسكندرية كلها. بصراحة منظر صعب جدا، هتلاقوا الزبالة على الرصيف مع إن في زرع موجود على الرصيف زي ما حضراتكم شايفين كده، بس بتلاقوا أكياس زبالة جنب الزرع ده. هتلاقوا طبعا في شارع جمال عبد الناصر في مطاعم كتير، سوبر ماركت، محلات للشوزات، محلات شنط، ملابس، كمان هتلاقوا في بقى محلات للذهب، هتلاقوا سوبر ماركت، محلات أساس منزلي، في كمان أسواق الشريف معروف جدا في منطقة العصافرة. على يمين الصورة في شوارع طبعا بتطلعنا على البحر، وعلى شمال الصورة كمان في شوارع كتير هتطلعكم بقى على شارع ملك حفني بحري السكة ومسار مترو اسكندرية وشارع ملك حفني قبلي. شايفين الزبالة موجودة على رصيف ازاي؟ طبعا نأسف لهذا المنظر، منظر مش حلو خالص على شارع حيوي موجود كده في اسكندرية.
موجودين دلوقتي في العصافرة على شارع جمال عبد الناصر، وقدامنا كده أسواق الشريف. طبعا أسواق الشريف معروفة جدا في اسكندرية. ده عبارة عن مركز كده زي رنين بيبيع بقى أدوات منزلية. طبعا هو معروف، والعرايس بقى بيحبوا إن هم يجهزوا حاجتهم من أسواق الشريف. ودلوقتي هنطلع على كوبري 45 أو كوبري العصافرة، وبعد كده هنطلع بقى على منطقة ميامي، وبعد كده سيدي بشر، وبعد كده فيكتوريا. وهنا كده قدامنا هتلاقوا بقى مسار مترو اسكندرية ومحطة العصافرة، هتلاقوها موجودة أمام مستشفى مباراة العصافرة. وكده داخلين على منطقة ميامي، وعلى شمال الصورة قدام حضراتكم دي أكاديمية العلوم والتكنولوجيا. موجودين دلوقتي في منطقة ميامي، وهتلاقوا بقى هنا محلات كتير جدا، محلات ملابس وشوزات وشنط ومطاعم، محلات كتير جدا. شارع حيوي زي ما قلت لحضراتكم، على يمين الصورة وعلى شمال الصورة كلها محلات. ودلوقتي داخلين على نفق سيدي بشر، وزي ما حضراتكم عارفين حاليا بيتم عمل كوبري جديد في شارع محمد نجيب. هيبدأ من أول آخر فتحة نفق محمد نجيب اللي موجودة في بحري، وهيطلع على شارع جمال عبد الناصر، وهينزل قبل إشارة العيسوي. وبعد كده تم تغيير اتجاه السيارات. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الطريق اللي جنب على طول النفق ده، ده اللي رايح على الكورنيش وجاي من فيكتوريا او دربالة او جاي من سيدي بشر. والاتجاه ده بالنسبة للي رايح على الكورنيش اتجاه المعمورة، واللي عايز بقى يطلع على الكورنيش اتجاه محطة الرمل او المنشية وجاي من فيكتوريا او دربالة، طبعا بيطلع بقى على شارع جمال عبد الناصر عند شارع الإقبال، وبعد كده بيطلع على طول على البحر. ولسه موجودين في شارع جمال عبد الناصر، وقدامنا كده شارع محمد نجيب. قدامنا كده شارع محمد نجيب. لو عايزين بقى نطلع على مسار المترو او محطة مترو محمد نجيب ونفق محمد نجيب، شارع ملك حفني قبل السكة او بحري السكة، بنمشي الشارع ده على طول. ودي كانت جولتنا النهاردة في شارع جمال عبد الناصر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.